عليكم، صباح الخير ولا مساء الخير عليكم وين ما كنتوا. اليوم انا رايحين نديروا شوربه فريك عاصميه. ناكد ونعاود، شوربه فريك تاع ناس العاصمه ماشي تاع ناس الشرق. المقادير كالاتي: بيان سور نسحقوا اللحم، كميه من اللحم كل واحد والمقدور ديالو. في الشوربه من الاحسن تستعملوا لحم غنمي. هو الاول اللحم غنمي. اللي ما قدرش يستعمل اللحم غنمي يعطي الاولويه للدجاج. بالدجاج تاني تجي بنينه ما شاء الله. واللي ما كانش ما قدرش يعني البقري هو يجي الاخراني، اللحم بقري هو الاخر. من الاحسن غنمي، ولا يخلطوا غنمي والدجاج، ولا بالدجاج برك، ولا البقري هو في الاخر. نسحقوا كميه من اللحم. هنا عندي بصله قطعتها رقيق، قطعتها راني نقول ما رحيتهاش. بصله قطعتها رقيق. عندي قرعه مقطعه سكرفشتها. عندي حبه زروديه صغيره مسكرفجه. عندي حبه بطاطا صغيره تاني مسكرفجه. يعني راني خليتهم لهنا حوالي هكا، حبه زروديه وحبه قرعه بهاد الاخر، وحبه بطاطا صغيره. اللي يحب ما يديرش البطاطا ما يديرش البطاطا، ولكن القرعه والزروديه لازم. حبه بصل. عندي هنا زوج حبات طوماطيش كبار ما شاء الله عليهم، غليتهم، نحيت لهم القشره، نحيت لهم القلب الدخلاني كاع يتيك الزريعه وسكرفشتهم. نقول ونعاود ما ترحيوش، خاصه الطوماطيش ولا ما كاش تروح لها كاع لا كولور. الشوربه تاعكم ما يجيش لونها شباب. في هذا الوقت ولاو الناس يرحيو بزاف، سمحوا لي المقدمه تاعي راهي طويله على خاطرش هذه الشوربه الناس ولاو يرحيو، ولكن كي ترحي لا كولور تاع الشوربه تجي ما تجيش شابه كيما كي تسكرفجوها. وعندي بيان سور نسحق مغرفه تاع الزيت، مغرفه تاع السمن. في الشوربه العاصميه نسحقوا غير ملح، فلفل كحل، قرفه. هذا مكان ما نسحقوش توابل واحده اخرى. راني ناكد ونعاود، هذه شوربه فريك عاصميه. بيان سور كميه كبيره من الحشيش مقطفه، هي شوربه مقطفه صافي نستعملوا لها حشيش مقطفه بكميه كبيره. وراني قطعته مام بالعيدان تاعو، هذوك اللي تيجي اللي من تحت تاني استعملوهم. ونسحق هكذا حبه فلفل تتلق بنا ما شاء الله. ونسحق بما انها شوربه فريك. هاوليك الفريك تاعي. الفريك هو عباره عن قمح اخضر، عباره عن قمح اخضر ماشي طايب. انا خديت هنا حوالي 2 فناجل تاع لاتاي، ولا تاخذوا فنجان ونص الى 2 فناجل تاع لاتاي. شلوهم وانا راني درتهم في الماء. اللي ما يديرهمش في الماء ساسوفي كي تغلي القدره نمرقوا القدره تاعنا، يرمي الفريك تاعو. واللي يكون خلى هكذا الفريك تاعو شمخو ديجا الافونس حتى كي يدخل الطياب، يدخلوا اللحم يدخلوا طياب مليح باش نرميو الفريك تاعنا. نبداو على بركه الله. انا اليوم راني رايحه نديرها لكم في طنجره هكذا. هاي لك القديره تاعي راهي واجده، ولكن باش تبان لكم برك يعني طريقه تاع التقليه باش تبان لكم درتها في طنجره واسعه. الحاجه الاولى اللي نبداو بها بيان سور الزيت. بسم الله. الزيت والسمن. زمان قاعدتك كانوا يديروا هاد المغرفه تاع الزمن، يقولوا تعطي بنا ما شاء الله، يعني جربوها. هادو دي غوسات تعلمناهم على امهاتنا جداتنا. معاهم نرمو مباشره اللحم. هنا نخليو اللحم تاعنا مليح ومعاه البصل. عندي حبه بصل كبيره. هكذا دوق نقعد نقلي في هادوما
حوالي نقدر نقعد نقليهم هكا دوق يبدا البصل هذا يطلق الماء تاعو، نقليهم تقريبا من 7 ل 10 دقائق. انا دوق نكمل نقليهم هكذا وحدهم غير البصل واللحم حوالي 17 دقائق ونعاودو نتلاقاو. التقليه هذه مهمه بزاف في الشوربه، هذه اللي تعطينا البنه للشوربه. كيما راكم تشوفوا العقاقر في الشوربه تاعنا ما كاش بزاف، ملح فلفل كحل قرفه صافي، لازم تتقلى. تاخذوا وقتكم في التقليه. نتلاقاو بعد 7 دقائق 10 دقائق ان شاء الله. 3 2 1 go. هاوليك بعد ما قليت اللحم ديالي، شوفوا البصل هذاك كاع يدوب، ما تتقلقوش عليه، قلوه على اقل من مهلكم. هذه هي المرحله، يعني المرحله اللي واعره في الشوربه، ماشي واعره بصح هي المرحله اللي تاخذ الوقت. هكذا بعد ما قليناه كاع يتك، هنا نزيدوا لا طوماط تاعنا. هذه طوماط كيما هنا عندي مغرفه، قسم غرفه كبيره تاع هذه طماطم المصبره. هي تاني نقليوها باش تنقص في لاسيديتي تاعها وتخرج الزيوت تاعها وتمد اللون. هكذا الشوربه عباره عن مراحل نديروهم. هاد التقليه هذه نقول ونعاود عندها يعني لازم هنا نديروا لي زيبيس تاعنا. عندي هنايا مغرفه تاع الملح هكذا، ومن بعد تذوقوا على الملح. الشوربه كي ديروا لها الماء غير تغلي برك ذوقوا تما تشوفوا، ولا تزيدوا لها، ما تخلوهاش حتى طيب وتزيدوا لها من الاحسن. نزيدوا على راس المغرفه لهنايا فلفل كحل، هنا عندي بيمون بلون هكذا، ونزيدوا لها القرفه، ونزيدوا نص من الحشيش هكذا. في هذه المرحله لازم يعني اللي يدخل يعرف باللي راكو طيبوا في الشوربه. الحشيش هذا دوق يطلق كاع يطلق كاع الرائحه هكذا. ونكملوا كاع الخضره تاعنا. في هذا اللي يختلف في الشوربه العاصميه، فيها الخضره، فيها القرعه والزروديه، حبيبه بطاطا اللي يحب يزيدها، طوماطيش. ولكن تاع ناس الشرق ما فيهاش الخضره، يديروها غير بالطوماطيش وراس الحانوت. حنا ما نديروش راس الحانوت هكذا، ونقعدوا نقليو فيها كيما راكم تشوفوا. خلوها هكا تتقلى، ما تتقلقوش عليها. لا كانت الطوماطيش تاعكم حمراء، هذيك الطوماطيش الحمراء الشابه خلاص، ولا كانت شفتوا الطوماطيش تاعكم اللون تاعها ماشي شباب، يعني ماشي هذاك الاحمر شباب، تقدروا تزيدوا شويه مغرفه صغيره تاع البابريكا، يعني اللون يلعب دور كبير في الشوربه. دوك نقعد انا نزيد نقليها هكذا، نزيد نقليها حوالي 5 دقائق، يعني التقليه تاعها تشد حوالي 15 دقيقه. نزيد نكمل نقليها ونتلاقى بكم كي نعود رايحه نمرقها ان شاء الله. هكذا كيما راكم تشوفوا راني قليتها حتى وين كل حاجه فيها ولات طريه، دبالت الخضره كاع دبالت. حذاري نحرق لكم، لازم تقعدوا قدامها هكذا تقلبوا في اللحم وفي الخضره ودوقا نمرقوا. الرائحه راهي تعبق ما شاء الله.
هكذا. كيما راكو تشوفوا. دوك انا نخليها طيب بعقلها نار مواين حتى كي اللحم يدخلو طياب. اللحم يدخلو كي نمس اللحم نلقاه طري لتما وين ندير الفريك ديالي، على خاطرش كنت رنختو. الفريك كي يكون مرنخ يعني تشمخ من الصباح ولا 2 سوايع 3 يولي طري، تما غير ديروه ما يطولش يطيب. كي ندير الفريك ديالي ندير معاه الحبه تاع الفلفل، ولا كان الفريك تاعكم ماشي مرنخ في الماء شللتوه برك غير تغلي القدره تاعكم ديروا الفريك. انا نستنى حتى اللحم تاعي يطيب يدخلوا طياب، ندير الفريك تاعي والحبه تاع الفلفل غير يطيبوا نتلاقاو ان شاء الله. هاي لك الشوربه تاعي بعد ما طابت. شوفوا اللون تاعها ما شاء الله، الكثافه تاعها كيفاش. انا كنت بعد ما اللحم دخلوا طياب رميت الفريك ديالي ورميت الحبه تاع الفلفل، زدت لهم حوالي 20 دقيقه يعني بالتقليه تاعها بالطياب تاعها، خدات لي حوالي 40 دقيقه. هنا مع الاخر واش نديرو، راني درت قطعت هنا شويه حشيش هكذا فري كي قريب طيب قطعوه باش تبقى دائما النكهه تاعو ونضيفوه. وما تنساوش الحميصه تاعكم نضيفوه هكذا ونخلوه هكذا عليه فوق الشوربه تاعنا ونغلقوا عليها. الشوربه ما تنتكلش سخونه، لازم تقعد تشد روحها. كل ما طولت كل ما تحسوا بالبنه تاعها. ان شاء الله تاكلوها بالصحه والهنا والراحه. صحه فطوركم صحه سحوركم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. في امان الله.